احسن ما تجيب 50% وتقعد مش عارف تروح بيها فين. كان كلها سؤال او اتنين من تالتة ثانوي، ولكن كل الامتحان كان تراكمي من اولى وتانية ثانوي وتالتة. ولكن الجرامر اللي في الامتحان بيجي من كتاب المدرسة، وبكده ضمنت 12 درجة في القطعتين و18 درجة في السكيلز، كده 30 درجة في الامتحان. تلم الانجليزي في ال3 ايام اللي قبل الامتحان وان شاء الله تقفله، مش بس تجيب درجة كويسة فيه. غلطت النهاردة في امتحان الفيزياء، واوريدي انت كنت غلطان في امتحان العربي وامتحان اللغة التانية، وقاعد تحسبها بدماغك ومش عارف تعمل ايه. مثلا حسبت 10 في العربي، 10 في اللغة التانية، 20 في الفيزياء، يعني كده 40 درجة ب10%. طب انا كده حلمي ضاع، معدتش عارف هعمل ايه، الكليه اللي كنت عايزه ادخلها ضاعت مني، خلاص انا حلمي ضاع واستسلمت ومش هذاكر المواد الجايه واقعد حاطط على خدي. عايزه اقولك ان كل الحسابات اللي قاعد بتحسبها دي ملهاش اي اساس من الصح. كل نماذج الاجابات اللي بتنزل على النت دي فهي اغلبها غلط. حد تاني هيقولي بس اللي حليل الامتحان بتاع النهارده الماستر بتاعي اللي ماشي معاه من اول السنه، واكيد يعني مش هيحلهولي غلط. ولقيت نفسي ناقص 10 درجات. عاوزه اقول لكم ان نموذج الاجابه بتاع الوزاره محدش عارفه، ومش عارفين هي بتصحح بناء على ايه. ممكن المستر بتاعك يكون شايف فكره السؤال الاجابه بتاعته كذا، والوزاره حاطه فكره تانية وقصدها الاجابه كذا، فما تعتمدش اي اجابات ولا تحاول تراجع اصلا. طب وبعد ما قلتلك الكلام ده كله انت لسه مش مقتنع وحاطط في دماغك انك ناقص 20 في الفيزياء، 10 في العربي و10 في اللغه التانية، وقاعد تقول خلاص حلمي ضاع، مستقبلي ضاع، مش عارف اعمل ايه. عاوزه اقول لكم ان انا كنت مكانكم السنه اللي فاتت في ثانويه عامه، وللاسف الشديد كنت براجع بعد كل امتحان، مع ان في الفيديو ده انا بنصحكم ما تراجعوش خالص. انا كنت براجع، ماما اللي يقول لي ما تراجعيش وهتوتري نفسك والاجابات غلط، والله يا جماعه هو كان بيبقى فضول جوايا ان لازم اعرف الاجابات، حتى لو غلط، حتى لو النموذج غلط انا هراجع برضه. فبعد مراجعتي للامتحانات دي كنت مثلا بحسب ان انا ناقصه 15 في العربي، 10 في الفرنساوي، 20 في الفيزياء، وهكذا. وكنت اقعد اعيط بقى، خلاص الكليه اللي انا عايزه ادخلها مجموعي خلاص نزل عنها، ومفيش كليه تانية ممكن من اللي انا حطاها مثلا لو مدخلتش دي ادخل دي. راحت كل الكليات اللي انا عايزه اجيبها، راحت وما عادش قدامي اي سكه او اي طريق انا عايزه امشي فيه بعد ثانويه عامه. فكنت في الوقت ده بجد انا يأست جدا، ما كنتش عايزه اذاكر الماده الجايه ولا حتى اكمل امتحانات ثانويه عامه. اللي كان بيخليني بجد اقوم اذاكر تاني واكمل وما يأس وكده كان بابايا. كان هو وقت الامتحانات ده لما يشوفني متضايقه ومش عايزه اذاكر ومحبطه والكلام ده كله، كان يقول لي زعلك على الماده اللي فاتت مش هيجيب لك درجات فيها زياده ولا هيفيدك في اي حاجه. كل اللي انت بتعمليه انت بتاثري على درجاتك ومذاكرتك في الماده الجايه، اعملي اللي عليكي في الماده الجايه وسيبك من اللي راح خالص. كان دايما بيفضل يقول لي انك تجيبي 80% احسن ما تجيبي 60%. انت دلوقتي لو حاسبه درجاتك وشايفه انك هتجيبي 80%، لو قعدتي تعيطي على المواد اللي راحت دي فانت هتجيبي 60%، لانه مش هتذاكري المواد الجايه. فتجيبي 80% احسن ما تجيبي 60%. وبرده كنت اروح الامتحان اللي بعده واغلط واقعد اعيط واقول خلاص انا ما عدتش مذاكر الامتحانات الباقيه. كان يفضل يقول لي تجيبي 75% احسن ما تجيبي 50%. والفكره كلها انك فعلا حتى لو انت حاسب دلوقتي انك هتجيب 80% وخلاص الكليه اللي كنت عايزها راحت وما عدتش عارف تعمل ايه، فانت تجيب 80% احسن ما تجيب 50%. قدامك فرص كليات تانية كتير بال 80% دي، احسن ما تجيب 50% وتقعد مش عارف تروح بيها فين. وفي الاخر حسابات ربنا غير حساباتنا، مش ورقه تحلها في ساعتين هي اللي تحدد مجموعك ومستقبلك ودرجاتك. انت بتحسبها وربنا عنده حسابات تانية. ربنا شاف تعبك طول السنه، اجتهادك، سهرك، قله نومك، شايف قد انت كنت مضغوط وبذلت اقصى ما عندك. مش الساعتين اللي حليت فيهم الامتحان هم اللي هيحددوا مجموع اخر السنه. اللي فات مات، ركز في اللي جاي وان شاء الله ربنا يوفقك فيه وما تغلطش. دلوقتي جه دور ان اقولك ازاي تلم الانجليزي في ال3 ايام اللي قبل الامتحان وان شاء الله تقفله، مش بس تجيب درجه كويسه فيه. اول حاجه عايزه اقولها لك ان الانجليش عباره عن فروع، مش 12 يونت زي ما انت متخيل، والامتحان بيجي بناء على الفروع دي، مش متقسم يونت. اول حاجه اتكلم عنها في الامتحان وهي القطعتين ب 12 درجه في الامتحان، عباره عن قطعه اول مره تشوفها عليها بعض الاسئله زي القراءه المتحرره في العربي كده. طب احل القطعتين دول ازاي واضمن ال 12 درجه في الامتحان؟ انا كنت منزله فيديو من حوالي 3 شهور كنت بقول لازم تحل كل يوم قطعه لحد يوم الامتحان، بس خلاص ما عادش غير 3 ايام قبل الامتحان. كل اللي اقدر اقوله لك ان حاول تحل النهارده وبكره وبعده كل يوم 3 قطع، وركز جدا بتحل ازاي. القطعة بتيجي في الامتحان عبارة عن مثلا 4-5 أسئلة، في منهم 3 زي المقالة كده، بس إجاباتهم تشوز بتختار منهم وإجابتهم بتبقى واضحة جدا في القطعة. ولكن السؤالين التانيين بيجي يقولك معنى الكلمة دي في القطعة الموجودة أو في الجملة الموجودة، مضاد الكلمة دي في الجملة الموجودة، ومثلا جاتلك كلمة أول مرة تشوفها ومش عارف خالص معناها ايه.
بتحاول تحل بالاستبعاد، يعني مثلا قدامك 4 تشوز، حاول تستبعد 2 على الأقل وتفكر في 2 بس. ده بيتساعد أكتر إنك تحل حتى بنسبة 50% السؤال صح. وبكده لو حليت القطعتين صح فانت ضمنت 12 درجة في الامتحان. تاني فرع في الامتحان وهو السكيلز ب 18 درجة في الامتحان، بيبقى عبارة عن الترجمة، الكلمة ومعناها، الكلمة ومضادها، علامات الترقيم، الإساي. لو ما تعرفش كلمة في السكيلز خالص من أول السنة، اسمع فيديو مستر شريف المصري 4 ساعات حرفيا لامم كل السكيلز بتاعة المنهج. إن شاء الله هتضمن 18 درجة في الامتحان. وبكده ضمنت 12 درجة في القطعتين و18 درجة في السكيلز، كده 30 درجة في الامتحان. دلوقتي بقى ندخل على جزء الجرامر. الجرامر ب10 درجات في الامتحان، ولكن الجرامر كتير جدا في المنهج، والكتاب المعاصر وكتاب الأضواء جايب جرامر من كل أنحاء الكوكب. ولكن الجرامر اللي في الامتحان بيجي من كتاب المدرسة. كل اللي في كتاب الأضواء والمعاصر والكتب الخارجية دي كلها مش بيجي منها حاجة. في الإنجليش بيركز في الامتحان على جرامر كتاب المدرسة. حاول تجيب كتاب المدرسة لو هتنزله حتى PDF من على النت، وتقرأ الجرامر اللي فيه وتركز عليه جدا. وبالمناسبة في فيديو كويس جدا يلملكوا الجرامر كله في 12 ساعة، قناة انجليشاوي منزلاه، ممكن تقدروا تشوفوه. ودلوقتي بعد ما قلتلكوا تعملوا ايه في القطعتين وتحلوا الجرامر ازاي وتحلوا السكيلز ازاي، جه وقت الكلمات. الكلمات ب10 درجات في الامتحان، ولكن انت متعرفش ولا كلمة في الانجليش ولا حفظت من اول السنة، ودلوقتي زانق نفسك ومش عارف تحفظ ازاي ولا تحفظ ايه بالظبط. دلوقتي هقولك كل يوم هتاخد 4 وحدات هتذاكر كلماتهم. 4 وحدات يا مريم؟ ما انت قدامك 3 ايام، النهارده وبكره وبعده. 4 وحدات مش هتذاكر الكلمات كلها لان مفيش وقت تحفظ كل الكلمات. في اخر كل وحده مكتوب صفحه فيها اهم الكلمات اللي في الوحده دي، ركز عليها جدا لان دي الكلمات الاساسيه في الوحده كلها واللي غالبا بتيجي في الامتحان. اخر جزء في الانجليش وهي القصه بتندرج تحت جزء السكيلز والكلمات. فلو متعرفش فيها كلمة فمستر حسن النجار منزل فيديو ليها 4 ساعات لامم القصة كلها بأهم الكلمات المتوقعة فيها تيجي في الامتحان. بما ان دلوقتي قلتلكوا كل فرع في الانجليش تذاكروه ازاي وتسمعوا مين فيه وبكام درجة في الامتحان، فدلوقتي عايزة اقولكوا ان امتحان الانجليش بتاع السنة اللي فاتت بتاعي ما كانش مبني على كلمات المنهج ولا جرامر المنهج ولا اي حاجة لها علاقة بثالثة ثانوي. كان كلها سؤال او 2 من ثالثة ثانوي، ولكن كل الامتحان كان تراكمي من اولى وتانية ثانوي وثالثة والاعدادي وكل سنين حياتك اللي اخدت فيها انجليش. حرفيا كان جايب من كل السنين الدراسيه اللي اخدنا فيها الانجليش، ما كانش مرتبط بثالثه ثانوي بس. كلامي ده فيما معناه انك حتى لو مش مظبط كل اجزاء ثالثه ثانوي او المنهج بتاع ثالثه ثانوي وعارف حاجات تراكميه من السنين اللي فاتت، فانت تحل كويس ان شاء الله في الامتحان. وبما اننا خلاص وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب لي في الكومنتات تحت وان شاء الله هرد عليك قبل امتحان انجليش.